مساء الخير مشاهدينا. النهارده الجمعة وده ميعادنا مع الحلقة الأدبية. أدب النهارده من نوع غريب شوية عشان هو كل حاجة، يعني هو أدب أقدر أقول عليه أدب ساخر لكن حزين شوية، أقدر أقول عليه أدب جريء لكن على استحياء شديد، أقدر أقول عليه حاجات كتير جدا، يعني المبكي المحزن في كل الأوصاف اللي ممكن أوصفها، علشان الكتاب بتاعنا اسمه أنا من البلد دي بصريخة جامدة جدا، يوميات قبطي ساخر لكاتبه فيليب فكري. ازيك يا فيليب؟ الحمد لله. كيف حالك؟ زي الفل. اسمح لي يا فيليب قبل ما نبتدي نتكلم عن الكتاب هاخد بس دقيقة أعرف عن الأحداث اللي بتحصل في الكتاب عشان المشاهد يقدر يتابعنا. هي أحداث بسيطة جدا، هو بالظبط زي ما مكتوب يوميات قبطي ساخر. بتبتدي بتلميذ في رابعة ثالث، عرفتوا بعد كده من فيليب دلوقتي ان هو فيليب في رابعة ثالث، والاحداث اللي بتحصل له لحد ما بيبقى متزوج من ست متدينة شوية ويعول، ويحصل له بقى في إبان حياته القصيرة دي، هو شاب جدا، من أول بقى العنف الطائفي أو مش عنف يعني، بس يعني الازدراء الطائفي اللي بنشوفه في المدرسة، من أول حصص الدين اللي بنلعب فيها كورة لحد ما أبلة زينب تحفظنا قرآن غصب عنا، لحد ما ناخدش وظيفة أو ما ناخدش جايزة إحنا مستحقيها وناخد الجايزة التانية فيها عشان هي حاجة عن القدس العربية وما يصحش حد قبطي يكسب الجايزة الأولى للقدس العربية، إلخ إلخ لحد ما بينتهي الكتاب بكابوس بيحلمه الكاتب بأنه مات مع صديقه المسلم الكويس في مجزرة نجع حمادي. والكتاب فيه كذا شخصية محورية اللي هي فيليب الطفل واللي بيكبر ده، والمسلم الوحش والمسلم الكويس. فهو كتاب جميل، انت قلت بنفسك ان انت مش كاتبه للمسيحيين، انت كاتبه للمسلمين. تمام. فليه انت حاسس ان انت كاتبه المسلمين اكتر من انت كاتبه المسيحيين؟ لأن المسيحيين عاشوه، يعني معظم المسيحيين هيبقوا عاشوا مواقف مشابهة من المكتوبة في الكتاب إلى حد ما، لكن مش كل المسلمين عارفين إن الكلام ده بيحصل. يا راجل. يعني أنا أعرف إن في أصدقاء كتير ليا ممكن يقول لي في مشاكل وفي شوية اضطهادات وفي حاجات، بس مش عارفها بالظبط إيه ومش قادر يحددها، لان في ناس بيحصل منها او بيصدر منها مواقف عن غير قصد، يعني مش عايز يضايقني. اديك مثال، لما ابقى ماشي وبسال على محل معين، عنوان معين، ويقول لي هتمشي على طول وتخش يمين هتلاقي لا مؤاخذه كنيسه تخش من جنبها شمال. نعم، يعني ايه لا مؤاخذه كنيسه؟ ما هو بيقول لا مؤاخذه مراتي، فيعني ما هو اصلا يعني مش عايزه. لا بص، ما هو احنا عندنا لا مؤاخذه دي بتتقال في على الكلمات على الكلمات السوقيه، يعني او الحاجه الغير مهذبه، لا اروح حاطط لها كلمه لا مؤاخذه. ليه اقارنها بالكنيسه؟ يعني ايه هنا؟ وهو ما يعني مش قاصد يضايقني او مش قاصد ان هو يهين الكنيسه. دي ثقافه، دي حاجه هو اتعود عليها، فعشان كده قلت. بس ده الوقت بقى ان هو يعرف ان هو لما بيقول كده يبقى بيهين الكنيسه بالظبط، ولما يقول لا مؤاخذه مراتي هو بيهين مراته بالظبط. تمام، ما عنديش اي مشكله. ولما يقول الراجل ده مسيحي بس طيب، او مسيحي بس شاطر، او كل ده فيها مشاكل هو خد عليها برضه، مع انه ممكن يبقى له اصدقاء مسيحيين وبيحبهم جدا، لكن احنا في ثقافه كده بقينا حاجات بنتعود يعني عايشنا عليها وبنتعود وبتطلع مننا من غير ما ناخد بالنا. فعشان كده انا قايل الكتاب ده للقبطي المسلم. القبطي المسلم اللي هو المصري المسلم يعني. والله كلنا لازم ناخد بالنا ان انت هذا النوع من الحديث بيوجع شخص اخر، ما هواش سخيف بس عادي، لا مش عادي. انا مش ماشيه في الشارع او بعت ابني المدرسه عشان يتوجع بطريقه او باخرى. بالظبط. طيب دلوقتي هل بالنسبه لطفل قبطي عادي في اسره متوسطه، ده اللي انا حسيته من الكتاب ده، هل الدنيا فعلا في المدرسه عباره عن مسلم طيب ومش سخيف معايا مش عارفه ايه، وواحد صالف وقليل ادب وكده؟ هل الدنيا كده؟ لازم لو جبت اي واحد قبطي وسالتيه عن فتره ابتدائي دي بالذات، ايا كان نوع المدرسه، يعني الى حد كبير بيبقى الموضوع مكرر ومتشابه، ان في بيظهر بعض الاطفال اللي عندهم المشاكل دي،
اللي هو بيحسسني ان انا مرفوض بالنسبه له. ده موجود، يعني ده شيء ابقى باينه موجود، وكان الى وقت قريب كان بالصوره اللي انا حكيها اللي هي في طفولتي انا. النهارده بيبقى اكتر، النهارده الموضوع ده موجود بزياده واكتر. ولو اطفال اي يعني زمايلي اللي في المدرسه وبيحكوا لي على مواقف وحاجات، وبنبقى مش عارفين نقول لهم ايه لانها بقت مبالغ فيها. هو القصة بتبتدي بالغياب عن حصة الدين. على فكرة القصة بتبتدي بجملة جميلة جدا جدا جدا، يعني طفولية ورائعة. يتم التشكيل في الفسحة وتتم القرعة في بداية الحصة الرابعة، ولا يزعجنا سوى الإجابة على هؤلاء المتطفلين عن السؤال المتكرر: انتوا عليكوا ايه؟ علينا دين. ثم نظرة إلى وجوهنا ليكتشفوا فورا إننا هؤلاء المختلفون، ثم يقذفوننا بنظرة مهملة أو مهملة ويتركوننا نجري ونلهو ونسدد أجوالا تاريخية. أعجبتني جدا، لأن الطفل فعلا لا يعنيه بقى اللي بيحصل ده وحس الدين وهنلعب بس. ان التلامذة يتاخدوا بعد كده يحضروا حس الدين مع بقيه الولاد المسلمين، ويقولوا له انت وجود واقرا واعمل. انا مش شايفاها. انت في الكتاب قايل ان هو موقف سخيف، انا متضايق منه شويه. انا شايفاه حاجه كبيره جدا. يعني الحاجه الكبيره لما تبقى مكرره كتير قوي ما بنحسش انها كبيره. يعني دي حاجه موجوده كتير قوي. حضرتك كنت بتقري دلوقتي قلتي في المقدمه دي ان بيسالوهم عليكم ايه فبيقولوا علينا دين، وبيسيبوهم ويمشوا. اللي بيحصل النهارده يعني ابن احد اصدقائي اللي اتسال عليكم ايه قال له علينا دين، قال له انتوا عندكم دين، وبقت دعابه. فبقت مش دعابه، هو طالعه بقت تتكرر. ما هو مين اللي ضحك بقى على الدعابه دي؟ هو اللي بيقولها، هو اللي بيضحك، يعني اللي بيطلعها هو اللي بيقولها. هل عشان كده انت كتبت الكتاب ده بالاسلوب الناعم ده اللي ما يزعلش حد خالص، مع ان كان ممكن يبقى ألم؟ بصوا يا جماعه ده بيحصل اهو، وكان ممكن يبقى بالاحداث، وكان ممكن يبقى بالصور. يا ريت حتى نشوف صور. انا لما جيت اعمل شويه ريسيرش بعد ما قريت الكتاب لقيت صور جميله قوي عن الوحده الوطنيه، هنشوفها دلوقتي، لشخصيات عامه بيحضروا يا 7 يناير يا عيد القيامه، وصور ناس شيك وصور الثوره وكل الكلام ده. في بقى صور تانية انا الصراحه ما حبيتش اقعد الامام اهو، كلنا معاك مع اختلاف في الموقف السياسي، وحتى عمرو خالد مع الاختلاف هنا معه فاروق شوشة واستاذ سلماوي وابراهيم اصلا الله يرحمه. مين تاني؟ يعني ناس كتيرة. لكن في صور تانية بقى، في صور بقى هدم الكنايس، وفي صور المحاكم العرفية وهم بيتصالحوا بعد ما قطعوا ودن واحد اهو ما قدرتش امسك نفسي واحد يعني الواحد ما بيبقاش عارف يحل المشكلة ازاي. هل يبين ابعادها بالصوره، ولا يبقى انت كده زي ما تكون بتحط ملح في الجرح، والافضل ان احنا نجيب بس الصور اللي تبين الوحده واللي تبين الحاجات؟ لا طبعا، لا احنا نقول، لان احنا اللي ضيعنا في السنين اللي فاتت. احنا جربنا النوع الثاني اللي حضرتك قلتيه، يعني احنا عايشين ال 60 سنه اللي فاتت ان احنا ما نحطش الملح ده، ونجيب الصور الناعمه الجميله اللي فيها الشيوخ والأساوسة بيقبلوا بعض. لا مش ده، حتى لا يتصل بعد الثورة، يعني ما ينفعش. طب ليه الثورة حصل فيها كده، اللي هو كلنا بنحب بعض ومسيحي ومسلم ايد واحدة وشموع وانجيل ويحمي ويعمل؟ عشان كان في اتفاق على هدف واحد. وليه الثورة باظت؟ عشان الهدف ده اتفرع. الهدف الواحد بيجمع، احنا كان هدفنا واحد فمتجمعين. كان اجمل ايام انا فعلا عشتها في حياتي هي الايام الاولى للثوره. كنت عمال اقول يعني معقوله مصر حتى مش هيبقى فيها مشاكل طائفيه، مش هيبقى فيها مشاكل خالص. يعني معقوله هنعيش في السعاده دي؟ انا خلاص حلمت ان احنا هنعيش في ايام ما اعرفش ان ممكن يعني ان في حاجه ممكن تسرق حلم كبير قوي بشكل اللي بيحصل النهارده، بشكل بدون التدخل في حتى التفاصيل.
هل انت شايف ان التفرع احنا الحلو. انت شايف ان احنا زي الماريونات كده في ايد؟ يعني هل قصة الطائفية دي بيتلعب بيها زي الشطرنج كده؟ احيانا طبعا. بحس ان هو الحق كاميليا، الحق عبير. طبعا. يعني خلاص، يعني ضيعوا. كنت عايز اسمي بنتي كاميليا، دلوقتي مش هينفع اسمي اي عيل كاميليا خلاص. سميها عبيد. صح صح. لا يعني هل انت مش حاسس ان في حاجات بتبقى واضحة قوي ان فيها تلاعب؟ في النظام السابق كان ده ملف موجود جاهز للغلوشه. طب انت مش متضايق معروف. انك حاسس انك ملف يا اخي؟ متضايق، هعمل ايه تاني؟ انا متضايق بس هعمل ايه يعني؟ وغير كده هو انا مش، ما انت كنت ملف يعني. انا ملف طبعا، كلنا كنا ملفات. بس ده العنف الطائفي ده زي ما بقوله لك، ده ألم على وشي وعلى وشك، ما يصحش. يعني ما مش عارفه، انا يمكن يوتوبيه جدا، بس ما اعرفش، نوع من انواع التدني الانساني اني يعني زي ما بقول لك، انا كنت بحلم ان بعد الثوره الدنيا ممكن تبقى حاجه تانية خالص، ونبقى ناس نتعلم الرقي ونتعلم نحب بعض. واضح ان احنا رايحين في سكك تانية برضو، نتيجة تفرع الاهداف، نتيجة المصالح. انا بعد ما كان ليا مصلحة واحدة اللي هو سقوط النظام ده وبناء دولة، انا ليا مصلحة ان انا عايز حتة من هنا، وكل بس واحد كان بقى في له مصلحة. مسيحيين كتير طبعا. خصوصا اللي فوق الطبقة المتوسطة اللي مش طاحنهم الفقر، يعني كانوا ضد الثورة عشان كانوا حاسين ان الثورة هتمهد دخول الاسلام السياسي. والنهاردة بيقولوا لنا شفتوا بقى، احنا قلنا لكم. انا بسمع الكلام ده برضو، انا يعني انا اللي اعرفهم او معظمهم، لا انا اقول لك انه صحيح. معظمهم اللي اعرفهم كانوا ناس شاركوا في الثورة، وناس جايز عشان دول الناس اللي انا اعرفهم. النوع الثاني كان فعلا متخوف من يعني اللي كان رافض ما كانش رافض لانه حابب طبعا. ما اعتقدش ان في حد حب النظام وقال نفسنا نعيش فيه بس وفين كان ايامك قضى يا ريس اخف من والحاجات قضى. دي. بالظبط. بالظبط. وده النهارده بقى يزيد بقى. طب دلوقتي هل الاقباط ليه انا ما اعرفش ليه بكلمك كأن انت منوط انك تتكلم عن الاقباط، بس لا، انا أنا مش حاسه منوط. انت مش منوط. لا. انت في نفسك حاسس ان في خوف من الاسلام السياسي؟ هو سؤال غبي الصراحه، يعني انا عارفه اجابته بس لا، ما انا ما برضه انا مش خوف عليا، يعني مش خوف عليا، مش خوف على الاقباط. انا بامانه اللي قاهرني خوف على البلد. ما صحيح. يعني مش بفكر احنا بقى هنروح فين وهيعملوا فينا ايه ومش عارف ايه. لا، احنا عايشين ودي بلدي، وانا عمال مش هتهاجر واقول كندا انا من يعني؟ البلد دي ومش عارف ايه، وماليش مكان في كندا ولا ليا مكان في اي حته، لان دي بلدي غصب عن اي حد. دي اللي انا اتولدت فيها، دي جدع. بلدي هعيش فيها وهموت فيها. مش عايز اكرر كلمته عشان دي كلمه الرئيس السابق، بس هو ده فعلا الحقيقه يعني. لا انا مصدقاك انت، مش مشكله. لكن التخوف فعلا على البلد دي، مش مصر اللي يتعمل فيها كده. صح. هي يعني هانت عليهم قوي. مش مصر اللي تضيع بالشكل ده، واللي تتفرق بالشكل ده، واللي تتهان بالشكل ده، واللي يبقى نقعد نلعب بيها ونقعد ندخل مرشحين ونشيل ونحط السبن ونحط مش عارف ايه عشان نكسب اي عدد من الكراسي. انا ماليش دعوه مين اللي بيعمل كده مهما كان الفصيل. لو الكنيسه ليها دور سياسي وليها دور حزبي وسياسي انها تعمل كده، اول واحده ابقى واقف قصادها انا، لان الموقف ده طبعا حاجه مهينه للبلد، ومهينه بعد ثوره ان انت الكلام ده يحصل بعد ثوره. يعني نعم. لا ليه؟ ما احنا صابرين على حاجات كتير جدا يعني، فبجمله او على الاقل هو بيراهن على كده ان انت مقروف في حاجات كتيره برضو جدا. برضو انا براهن على ان البلد دي اعظم بكتير قوي 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 من اللي بيحاولوا يسرقوها ايا كان، وان البلد دي مهما التاريخ بيقول كده، يعني التاريخ بيقول ان ممكن مصر تمر بيها كبوات لكن ما بتقعش، لا يمكن تسقط مهما مر ومهما حصل كبوات هتقف تاني. انا كل اللي بتمناه ان انا ما اقضيش بقيه حياتي في كبوه، وان انا الحق اشوفها. صحيح. هو احنا جيل كده شويه متمطوح، مش عارفين. بس هي الطائفيه زي ما قالت مقدمه الكتاب الكاتبه الجميله فاطمه نعوت، هو كلام لازم يتشال من قاموسنا ويتشال من قلوبنا زي ما هي قالت. قبل ما هو لو اتشال من قلبك انت مش هتقول. بالظبط. يعني انت كنت بتلتمس العذر اللي بيقول لا مؤاخذه كنيسه او ده مسيحي بس طيب. هو لو اتشال من هنا هو عمره ما هيقول كده. ما هو لو احنا قررنا
كل حاجه بتقوم مع بعض. لو قررنا ان احنا البلد دي نبنيها بجد، صح، مش هنبقى فاضيين بقى للكلام الفارغ. صح. يعني بنعمل حاجه وبنبني، بنعلم الولاد، بنشغل، بنعمل مشاريع، بنعمل حاجه، بنعمل تنميه بجد، مش هنبقى فاضيين. الحاجات دي هتتلاشى مع الوقت. بس في حاجات احنا لازم الناس اللي عندهم ايمان بان الناس كلها سواسية امام القانون، خلاص لازم احنا ناخد يكون صوتنا عالي بس. شويه يا فيليب. يعني مثلا ده كنت عايزه بس اقول ان في مقال لدكتور رفعت السعيد في يوم 28/4 في المصري اليوم عن حقوق الاقباط والمراه، وقال ان في حوار ممتع مع واحد من الإخوة السلفيين قال محاولا التظاهر باحترام حقوق الأقباط: نحن مأمورون بالتسامح معهم والبر بهم. فقلت: البر بهم قد يعني العطف أو التصدق عليهم، ولكن هل التسامح هو المساواة؟ فقال: بالطبع لا. ما ينفعش بقى، هو ده الفكر اللي ما ينفعش. لأن أنت لما بتكتب التسامح خلاص، وحتى أنت مستعمل الكلمة دي ورا، هو بيعرف بقى التسامح وبيعرف المساواة. بيقول ان التسامح زي ما بتقول كده ايه، اني مش انك عملت حاجة وبسامحك، لا، بس السماحة من اني اتفضل عليك ففوت لك. لا، احنا مش محتاجين نرتكن للسماحة في الاسلام لده، عشان المفروض ان احنا في مساواة، يعني ندية امام القانون. فالمعركة هي معركة قانون بالظبط. معركة القانون دي بتيجي من الدولة، من الحاكم اللي مزود في الفترة اللي فاتت. احنا ليه ايام يعني ايام الملكية ما كان الحاجات دي هامشية جدا، ومع عبد الناصر اقل بكتير، وزادت شوية مع السادات وكترت مع الباشا. ليه الكلام ده؟ لان ابتدى القانون يتراجع عن دور او عن حقوق الاقباط في المناطق دي. بمعنى ايه؟ اكيد سمعتي عن تفجيرات كتيره للكنائس. مفيش حاجه بتحصل، مفيش متهم. يعني انا مش فاهم، مفيش واحد. يعني في كنيسه صول اللي هي بعد اول كنيسه ابتدوا بيها بعد احداث الثوره، كنيسه صول دي قعدوا يهدوا فيها برضو، يعني في ناس شحنت ناس وهكذا وبتاع، وقالوا الكنيسه دي مش عارف ايه، وابتدوا ناس تطلع يعني بدافع من نفسها كده انها تهد الكنيسه. قعدوا 22 ساعه يهدوا. ما هم قعدوا في موقعة الجمل مش عارفه كام ساعه ساكتين والناس بتموت عادي. جميل، بس انا شايف 22 ساعه ناس بتهد، وبعدين ولا حاجه. وبعد كده طيب ولا حاجه. يعني حتى مش في ساعتها ما قدرتش تعمل حاجه، بعد كده ما فيش اي حكم في اي مذبحه الى الان. يبقى عمر اللي رايح يهد كنيسه او يحرق كنيسه او يعمل حاجه او يقطع ودن قبطي عمره ما هيخاف. بس لما رصاص القناصه بيجي ما بيفرقش بين مينا دانيال وعماد عفت، الله يرحمهم، هما الاثنين بالظبط. والاثنين ما فيش متهمين وما فيش متهمين في الجوز. بس بقى اللي انا عايزه اقوله في تاريخ الاضطهاد، يعني مثلا في اضطهاد الملونين مثلا في امريكا، مين اللي حلهم مشكلتهم؟ مش البيض يا فيليب، مش البيض. او مثلا في قصه دلوقتي التحرش الجنسي اللي بيحصل في السيدات، مش الرجاله اللي هتحلهم مشكلتهم، السيدات اللي هتحل مشكلتهم، الاقباط اللي لازم يحلوا مشكلتهم. وعلشان كده يعني مع العنف اللي حصل في باسبيرو، وهي من اكتر الحاجات المؤسفه اللي حصلت، خروج المسيحيين من سور الكنيسه يقول انا هو يا جماعه انا ليا حق، دي كان شيء قديم كان لازم يحصل من زمان جدا. صح. مين اللي هيحل لك مشكلتك يا فيليب؟ صح، انا معاكي في دي. وانا كمان عايز ارجع للقديسين. يعني كان الخروج الاول والاكبر، والقديسين تحديدا كان ليها برضو. يعني انا شايف ان هنا من حادثه القديسين دي كانت بذره الثوره او الشراره اللي ابتدت بيها الثوره، لان ده كان اول اعلان رسمي لرفض رئيس الجمهوريه. كان في الجنازه بتاعه شهداء القديسين لما كان الانبا يؤنس بيشكر رئيس الجمهوريه كتقليد عادي بيتقال، فالشعب كله هاج وقال لا ومش عارف ايه. كان ده اول حاجه تحصل، قبليها ب 20 يوم بالظبط. فأنا معاكي طبعا إن ما ينفعش نسكت. الخروج ده بيخلي بنقول احنا موجودين، وإن احنا من البلد دي، وإن فكرة إنك تعاملني مواطن درجة تانية أنا مش قابلها ورافضها وهفضل رافضها. خالص مفيش جبن أبيض تاني. لا انتهى خلاص. مفيش. ما خلاص احنا دخلنا ثورة كمان
وشفنا يعني ايه الواحد يطالب بحقه بنفسه بصوته يعني. ميرسي جدا يا فيليب، انت شرفتنا جدا، واتعشى من النقاش يكون خفيف او مش خفيف لكن مبلوع على قلب الناس اللي سامعينها، او لو مش مبلوع يعني يغيروا يعني قناه، يعني ما اعرفش اقول ايه. لكن في نهايه الحلقه انا بس عايزه اقول حاجه. من المحزن جدا اني لما يطلع مرشح للرئاسه فولاذي وقوي لكن يشتهر بعنف وأضر المصريين كتير واشترك في حاجات سيئة جدا قمنا ضدها بثورة، ان مسيحيين كتير يهرعوا للتصويت ليه علشان ده اللي هيحمينا، او ده اللي هيحمي المسيحيين، او ده القوي اللي هيقدر يقف ويجيب حق المسيحيين. المسيحي مش ناقص ومش محتاج حماية، المسيحي زيه، مش مفروض يختار واحد علشان هو اللي هيحمي، محدش هيحمي حد، احنا اللي هنحمي حقوقنا بنفسينا. وحاجة تانية برضو عايزة أقولها، كان في موقف هنا هو موقف عادي جدا من اللي هو المسلم والمسيحي بيقعدوا مع بعض في حديقة الأزهر، وده بيقسم سندوتش العسل وده بياكل سندوتش المعرفش ايه، والست المحجبة اللذيذة بتضحك مع مرات الراجل المسيحي، فاللي هو المشهد اللي هو عادي جدا بس أبكاني. ما اعرفش بقى احنا المصريين عبط عاطفيين بيأثر فينا الموضوع ده. وبعد ما قلت ان ده موقف عبيط جدا، ليه مأثر فيا؟ هو مأثر فيا عشان هو مش موقف عبيط، هو موقف مش عبيط ابدا، هو موقف بيدل على الرقي الحضاري اللي على البلد دي، اللي بتشجع الاختلاف وبتحب الاختلاف وبتتباهى بالاختلاف ده. اضيف كلمه صغيره على موضوع موقفنا ان احنا التظاهر وان احنا لازم نطلع. كان اجمل حاجه شفتها في ماسبيرو اليوم ده، اللي انا ما بحبش اتكلم عليه خالص بس اتكلم على الحاجه الحلوه اللي فيه، ان كان عدد المسلمين كبير جدا لدرجه انا تخيلت ان كانوا يفوقوا المسيحيين الموجودين. ما احنا اكتر. لا في الموقعه دي تحديدا يعني. فكان عاجبني جدا ان في كتير جدا من المسلمين طالعين معايا وطالعين بيطالبوا طبعا. وبرده من ده عشان كده برده عايز اكد على ان الكتاب اللي في ايدك ده كان انا من البلد دي. ده اللي ساعد في وجوده استاذه العظيمه فاطمه نعوت، هي اللي يعني ليها كل جميل الفنان مصطفى حسين والاستاذ مصطفى حسين ابويا يعني ده فنان مصر، وناشر محمد هاشم دار مريت، فبرضه ده جميل ان هم اللي ساعدوا عشان الكتاب ده. صح يا فندم، مبروك على الكتاب وان شاء الله ناس كتير تقراه وتتعظ منه. القانون يا افاضل، ولذلك التعليم هو الحل.